أهلا بيكم. بيبدأ الفيلم في أوضة مليانة رسومات وتحديدا لبنت جميلة. بنشوف الكلب رونتو وهو بيصحي صاحبه كال علشان يقوم بقى كده يظبط نفسه ويجهز له الأكل ويحط له فيه العلاج، وبعدها كال بياخد عجلته علشان يروح للمدرسة وبيشوف شوية بنات جنبه، بس بتيجي شلة المتنمرين وبيشوفهم كال وهم بيشربوا مخدرات وحشيش ومش بيهتم وبيكمل طريقه. بس الموضوع ما بيقفش لهنا، ده كمان لما بيروح للمدرسة بيشوف واحد منهم بيبيعهم كمان واللي اسمه هانك، بس بيقول لنفسه انه ماليش دعوة وبيكمل طريقه. ولما دخل جوه المدرسة كان في طلاب لازقينه عملة نقدية على الأرض، ولما وطى علشان يجيبها فضلوا يتريقوا عليه وبهدلوه وضربوه. خليكم فاكرين الشلة دي كويس. وبتظهر بنت اسمها سيسيلي من وراه ولقت ان هو وقع حاجة على الأرض وخدتها، ولما دخلوا الفصل بدأ الامتحان وكال أخد باله ان هانك عمال بيغش منه فدار الورقة، بس هانك بيفضل يرخم عليه وبيضربه في ودنه والمدرس مش واخد باله من أي حاجة، فبيقول هانك لزميله يروح بسرعة ويشغل المدرس، وفعلا بيروح عنده وبيبدأ يقول له أي كلام في أي حاجة. وهانك سحب كال غصب عنه وقال له اثبت كده، والاتنين فضلوا يغشوا منه. بس في النهاية المدرس أخد باله ان هما بيغشوا وبينده على كال وبيسأله هو انت سايبهم يغشوا منك ليه؟ لو ما جاوبتنيش هخليك تشيل المادة. فبص لهم كده وقال له انه ما كانش واخد باله، ورجع كال مكانه ومرضاش يتكلم على اي حاجة. ولما طلع شاف ان سيسالي في بنت بتكلمها باسلوب وحش، ودي بقى على طول بتقوم ضربها وملحسها الارض. وفي الحصة اللي بعدها بيعمل نفسه انه بيجيب الدفتر اللي هو وقع منه، وده علشان يشوف البنت اللي كان بيرسمها، ودي اسمها جابريل وهو معجب بيها من زمان. والمدرس بيقول لهم يتقسموا مجموعات، ولما ما طلعش معاها في المجموعة راح وقعد معاها برضه وعمل نفسه معاهم في المجموعة وبيحاول يتكلم معاه في اي حاجة. وبعدها بيوري صاحبه برجي رسمة اللي رسمها وبيقول له برجي حلوة بس البنت دي تبع فيك، وبيحاول يقنعه ان فرصته ضعيفة جدا، بس هو بيبقى عنده امل وبيشوفها مع فيك، وده الشاب الرياضي قائد الفريق بتاع المدرسة وصاحب الشلة الجامدة ومعاها احلى بنت في المدرسة. ودلوقتي كال بيشوف الشلة بيتكلموا في حاجة، وفي الحصة اللي بعدها المدرسة بتلاقي ان كال اتقبل في جامعة كبيرة، وسيسيلي كانت وراه وبتقول له ده وقع منك على السلم، وبتعرف كمان ان هو مقدم على جامعة تانية بعيدة عنه ومستني ردهم، وبتحاول تفتح كلام معاه زي ما تكون عاوزة منه حاجة، بس بيتدخل برجي وبيحرجها، ده علشان كانت بتتعلم وهي في البيت. وبتخلص الحصة خلاص وبتبقى متضايقة من برجي، وكال معاه الرسمة ومستني جابريل، وطلب منها انه يكلمها على انفراد علشان يطلب منها تروح معاه حفل المدرسة، بس بتحرجه وبتقول له محدش بيروح الحاجات دي. ولما جت تمشي حط لها رسمة في الشنطة، وقبل ما يروح فيك سحب العجلة منه ورجعت الشلة كلها تضايقه، وده علشان المدرس هيمنعهم من اللعب مع فريق السلة بسبب انهم كانوا بيغشوا، ودلوقتي عمالين يضايقوه، وكمان اخدوا العجلة بتاعته. وفيك قال له تعالى معانا، وفضل كال ماشي وراهم لحد ما راحوا للملعب، وفيك بيقول له لازم تروح للمدرس وتقنعه ان الاثنين الاغبياء دول ما كانوش بيغشوا. فرد عليه كال وقال له انه اصلا ما قالوش اي حاجة، فقال له فيك ماشي بس دول لو ما لعبوش هنخسر وقتها مستقبلي هيضيع. بس كال مش همه اي حاجة، فقال له فيك في اتنين بيراقبوني في الماتش اللي بلعبه، وده هو مستقبلي ان ادخل فريق كبير، ودلوقتي بطلب معروف منك. فرد عليه كال وقال له هات العجل الاول بعد كده اطلب مني اي حاجة. فبيتدخل هانك وبيقول له فاكرنا فاشلين؟ فبيقول له كال لا، واحد غبي والتاني بيسقط في كل المواد والتالت ما عندوش مستقبل حقيقي. وعلى طول هجموا عليهم هما التلاتة وحطوه في قلب البرميل غصب عنه، وقال له عندك فرصة أخيرة، بس مش بيتكلم، وعلى طول بيرموه من فوق السلم وفضل يتدحرج لتحت، حرفيا اتبهدل على الآخر. وخلاص كان رايح للشغل بتاعه وهو تعبان وكله كدمات، وصاحب الشغل بيعدله التأخيرات وكده اتنين، وبيكلمه وحش كمان، ده حتى زميلته في الشغل عمالة تتريق عليه. وخلاص رجع للبيت آخر اليوم ورونتو قاعد بالمضرب مستنيه قدام الباب، وكمان دخل وراه للبيت وجاب له الكرة علشان يطلعوا يلعبوا مع بعض هما الاتنين، وده فضل يرمي له الكرة وهو يروح يجيبها. ورجع كال يعمل الحاجات اللي بيعملها في وحدته، وكمان يرسم، وبيسمع صوت امه اللي رجعت للبيت بعد تعب الشغل ودخلت الاوضه على طول من غير ما تكلمه، وواضح ان حياته صعبه جدا وكلها وحده وما عندوش غير رونتو. وتاني يوم بتجيبه المديره في المدرسه وبتقول له العامل ده شافك في الملعب والثلاثه كانوا بيضربوه، قول لي ايه اللي حصل. وقبل ما يتكلم وصل مدرب الفريق وفيك، وبتقول للمديره طلبات، فيطلع العامل لبره وفيك بيوري المديره رسمه اللي كان رسمها لجابريل، وقال لها ان هو عمال يلف ويدور ورا حبيبته وانها خايفه منه وهو بيحاور عليها، ده غير ان هو طلب منها تخرج معاه وما رضيتش. فبتساله المديره فقال لها ما حصلش اي حاجه في الملعب، وكمان المدرب بيقول لها مش هنقدم اي شكاوي، وخلاص الموضوع يتقفل على كده. وحياته بقت اسوأ من الاول، والمتنمرين حطوه في دماغهم حرفيا، وفضل يتجنب جابريل في اي مكان وبيقعد كتير في الحمام. وبعدها سيسيلي بتحاول تتكلم معاه برضه وتقول له انهم ممكن يخرجوا
شويه مع بعض، بس بيقول لها كال ان هو عنده شغل كالعاده، وبعدين بتساله هيروح الحفله مع مين، فرد عليها ان محدش بيروح الحفلات دي، وبعدها مشي راح يكمل الشغل. ولما كان مروح في الطريق شاف سيسيلي قاعده وراح عندها ولقاها بتطلع جوب وكمان بتولعه، واضح ان البنت دي دماغها عاليه، وهو كمان بيجرب وطبعا ده غلط. المهم انه بياخدها على العجله علشان يروحها على البيت، وعلى طول بينزلوا على الارض هما الاثنين. مش قلت لك الجوب غلط؟ المهم وقعوا على الارض وهما الاثنين مبسوطين على الاخر، وكمان بيوصلها للبيت واخيرا بقى مبسوط. بس لما بيرجع للبيت بتاعه بيلاقي ان المطبخ متبهدل، وبيسلم على صاحبه الوحيد رونتو. وتاني يوم في المدرسه سمع المدرس وهو بيتخانق مع المدرب، وده علشان عاوز يمنع هانك وزميله التاني من اللعب في الفريق بسبب ان هما كانوا بيغشوا. وعلى طول بيكبر دماغه ويروح للحصه بتاعته، وبتقول له جابريل ان هي عاوزه تعتذر عن اللي عمله فيك، ده غير ان هي كمان حبت الرسمه، بس مرضاش يرد عليها. وبتعرفوا ان فيك عمل حفله الليله دي عنده في البيت وعاوزاه يجي علشان يتصالحوا كلهم مع بعض، وكمان مصره ان هو لازم يجي. وبعدها جاله بورج اللي مش مصدق ان جابريل بنفسها عزمته على الحفله، فبتتريق عليه سيسيلي علشان متشوق زياده عن اللزوم وكمان مدلوق. فقال لها انت بالذات ما تتكلميش، نسيت انك مدمنه، وبدا يدخل عيلتها في الكلام ويتريق عليها. المهم ان كال رفض ومش عاوز يروح للحفله، وراحوا يضربوا النار شويه هم الاثنين، ورونتو بيلعب جنبهم. وكمان كال بيمسك المسدس علشان يفك عن نفسه شويه بالمسدس اللي سرقه بورج من امه، وهو عمال يقنعه يروح للحفله وانه يكبر دماغه من سيسيلي اللي بتحاول تبقى معاه، ويركز شويه مع جابريل اللي من صغره معجب بيها، وبيقول له يعني انه خلاص حاليا عنده فرصه. وهنا اخد باله من اختفاء رونتو وبيقلق عليه جامد، وبيفضل ينده عليه بس بيلاقيه جنب العربيه وماسك المضرب، وبيقول له كال لو فضلت ماسك المضرب هروح للحفله. وفعلا فضل ماسك المضرب، فاستغرب بورج من علاقتهم وكمان شك فيهم. وخلاص بالليل راح لعند بيت فيك اللي في الحفله، وكال شاف جابريل وعلى طول طلع لفوق وراها، وشاف الشله المتنمره قاعدين بيشموا مخدرات، وجابريل هي كمان بتيجي من وراه وبتبقى رايحه عند الشله على طول علشان تشم برضه معاهم. وبعد كده سيسيلي وصلت للحفله وبدات تدور عليه، بس بتشوفها جابريل وبتتريق على لبسها. وهنا بقى بيوصل كال هو كمان وشافتهم جابريل مع بعض، وواضح ان هي غيرانه. وتقريبا بورج عمل دماغ وفضل يقول للكل وهو بيزعق عارف اني فاشل، وعمال يقول لهم يلا امسكوا بطني، وكله بيضحك عليه وعمل نفسه تريقه. فبيطلعوا سيسيلي وكال يقفوا على جنب بره كده في الهوا بعيد عن الهبل ده، وبداوا يتكلموا مع بعض، وهو يفضفض لها على كل حاجه في الساعه دي، وكمان ابوه مات قريب. وبعدها بيديها الجاكيت بتاعه ويضحكوا مع بعض. واللي كان عمال بيراقبهم هو هانك، واللي نده على فيك علشان يروحوا هم الثلاثه ويرخموا عليهم بره. وفيك بيرخم على سيسيلي وبيقف له كال، بس فاضل يزعق معاه ومش راضيين يسيبوهم ويمشوا. وكمان حطوه في شنطه العربيه غصب عنه وحبسوه جواها علشان يستفردوا بسيسيلي. وفيك بيتعدى عليها وهي عماله تصرخ وبتعيط من اللي بيحصل ده، وكان محبوس جوه عمال بيزعق ليهم ويقول لهم سيبوها. وبيحاول يطلع، اخيرا بتيجي جابريل على صوت سيسيلي وبتلاقيها بتعيط وهربت من المكان كله، وعلى طول كال يشتمهم وبيمشي من المكان. وتاني يوم بيحاول بورج يتكلم مع كال بس هو مش عاوز يكلمه، وبداوا هما الاثنين يطلعوا الكلام اللي متخزن جواهم، وكل واحد شايف ان التاني قد ايه هو ضعيف وسايب الشله المتنمره، والكل بيتريق عليه. اللي بيقول للتاني بيرموك في الصندوق بيتنمروا عليك، واللي بيرد عليه والتاني بيقول له الناس عماله بتتريق على وزنك وكمان سايبهم يلعبوا ببطنك، وبقى كال وحيد اكتر من الاول كمان. وبورج لسه بيتريقوا عليه. وفي الحصه جابريل بتحط رساله بس بياخدها قدامها ويحطها في سله المهملات. وهنا لما بيطلع لبره بيلاقي جنزير العجله بتاعته مقطوع، وشاف المتنمرين معديين جنبه بيتريقوا عليه، فتعصب على الاخر وعلى طول بيجري وبيبعت رساله لامه ويقول لها انا محتاج توصلها دلوقتي. وراح جري للشغل، وبيلاقي ان هو خلاص دي المره الثالثه في التاخير، وبكده يكون مطرود من الشغل. وحاول يفهم الشخص المدير ده ان هو غصب عنه، في ناس في المدرسه هم اللي عملوا كده واخروه، ولكن مش مهتم. وخلاص حياه كال عماله بتسوء اكتر من الاول بكتير يا عزيزي. وخلاص بيمشي للبيت ودخل يشوف امه اللي ما ردتش عليه علشان توصله، بس بيلاقي ان هي نايمه في الاوضه. وبتجيله الخطه المجنونه، خلاص واخد مفتاح عربيتها، وكمان رونتو ركب معاه غصب عنه علشان يروح عند بيت فيك، وحاول يقطع كاوتش العربيه بس ما قدرش. وبياخد باله من الشوايه اللي كانت موجوده جنبه، وبيروح يجيب من عندها البنزين ويبدا يرش على العربيه، وكمان بيقفل الصندوق اللي كانوا حابسينه جواه علشان يملاه بنزين هو كمان. وخلاص يرمي عود الكبريت جوه، وشاف العربيه وهي بتولع قدامه. هنا كال بيتصدم علشان الموضوع زاد عن حده، على طول بيجري من المكان علشان يهرب. وطلعوا الثلاثه ولقوا ان عربيتهم بتولع، وهانك هو اللي بيشوفه وهو بيهرب، واخد باله من الكلب كويس. وواضح العلاقه المضطربه بين كال وامه اللي يعتبر مش عايشه معاه اساسا، وبتديله فلوس علشان اكل الكلب وعلاجه، بس بيقول لها لا انا بشتغل علشان اكله واجيب له علاج بنفسي. وخلاص بيصلح العجله من تاني، وراح عند بيت سيسيلي وطلع ابوها واللي قال له هي مش موجوده في البيت، وبيكلمه بطريقه مش كويسه خالص، وشكله راجل خطير جامد. ولما مشي اخد باله من هانك جنبهم، وبدا يسحب رونتو بالعافيه علشان يهربوا ويستخبوا، ولكن كال اخد باله منهم وقال كنت عارف، وجري بالكلب وبيستخبى على جنب، بس بتعدي على خير. وبعدها بيروح بقى المحل اسلحه، وواضح كده ان هو عايز يجهز نفسه، وعينه جت على المسدس يا
يا عزيزي. ولما رجع للبيت جات له رساله من سيسالي وطلع علشان يقعد معاها بره قدام البيت ويسالها اذا كانت هتقول لابوها على اللي حصل، فبترد عليه وتفهمه ان هي عايشه في اسره صعبه، ابوها شخص رد فعله عنيف جدا وكمان صعب، ده غير ان هو رد سجون ولو عرف هينتقم من اللي حصل ده وهيخلص عليهم ويدخل السجن من تاني. انما الشرطه مش هقدر اقول لهم اي حاجه علشان كل الطلاب بيقولوا ان كال هو اللي حرق عربيه فيك، وطبعا الموضوع لو وصل للشرطه حياته ومستقبله هيتدمروا على الاخر، ده غير ان هو هيتسجن وبتقول له يخلي باله بكره لما يروح المدرسه، وفعلا بيكون ماشي عمال يبص يمين وشمال وواضح ان هو قلقان. برج بيقابله وهو مبهور من اللي عمله وبيقول له المدرسه كلها بتتكلم عليك، بس كال بيحاول يتجاهله وبيعتذر برجي علشان هو اللي قطع الجنزير في الاخر. انصدم كال من الكلام ده وبيقول له كمان عاوز اساعدك، ولكن بيتعصب كال وبيقول له ازاي تقطع الجنزير وسابه ومشي. وفي الطريق بيقابل شله قدامه فاكرين اللي عملوا في المقلب بتاع السنت في الاول، هم دول مبسوطين على الاخر منه من اللي عمله، ان هو ولع في العربيه بتاعت فيك واخدوه معاهم علشان يوصلوه وهم فرحانين بيه جامد وعمالين يحيوه ويقولوا له يا مجنون وطالعين بيه السما. وخلاص وصلوه للبيت وبيقولوا له هنعدي عليك بالليل علشان نخرج سوا، وبيروح يلعب مع رونتو وبيفضل يلعب معاه بالكوره، وخرج مع الشله بالليل وروني بيتكلم معاه وبيحكي له قصته وان مرات ابوه دمرت حياته، كانت بتحط له مسحوق التبييض في الاكل وده اللي عمل مشاكل في الاوعيه الدمويه وشويه نزيف لشهور، وخليكم فاكرين المسحوق ده. ورجع كال للبيت ولقى سيسلي قاعده مع الكلب قدام البيت علشان امه مش في البيت وبتساله هو ليه مهتم بالكلب ده جامد، فرد عليها وقال لها علشان هو تعبان عنده مرض وان هو لقاه في قلب حقول النفط وبيدخل ياكله وبيديله العلاج بتاعه. ودخلت معاه سيسلي واتفرجوا على فيلم وبيفضل رونتو يرخم عليهم فبيطلعوا بره وبيفضل ينبح شويه وبعدها صوته بيختفي خالص. وبعدها بيروح كال يلم حاجته اللي كان بيلعبوا بيها وبيدفنه وهو بيعيط جنبه، وراح المدرسه عند فيك وقال له ازاي تقتل كلبي، بس فيك فضل ينكر وهانك بيقف قدامه وبيمشي كال من قدامهم وهو زعلان على الاخر. ولما قابلته سيسلي ما وقفلهاش وكمل ماشي، وبعدها راح للملعب وفضل يراقب فيك وفريقه من بعيد، وبعدها بيراقبهم في اوضه تبديل الملابس وبيشوف الخزنه بتاعه هانك اللي بيحطوا فيها الممنوعات. وجات له سيسلي وبتساله في ايه لانها شايفاه حزين ومش بيكلمها خالص. وتجمع كل الطلاب في الماتش اللي هيلعبوا فيه فيك وفريقه كره السله، ولما بيتكلم فيك الطلاب كلهم بيتريقوا عليه ومحدش بيعبره. وبيوصل كال للمكان والكل بدا يشجعه ويقولوا له يا مجنون، وكمان بيزقوه عند فيك علشان ياخد مكانه، بس فيك بيقول له وسع من طريق يا فاشل، فرد عليه بعصبيه وقال له خليني فاشل. هنا بقى بدا يقلد صوت الكلب رونتو وبيلعب باعصابه وتاكد ان هو اللي قتل كلبه، وطلع متعصب جامد من المكان. وخلاص بالليل الماتش بدا وراح كال على طول لمكان تغيير الملابس بتاع خزانه هانك وحط له مسحوق التبييض اللي كلموا عنه روني بدل البودره اللي هو بيشمها. وخلاص في وقت الراحه راح هانك وصاحبه علشان يشموا، وبدا العذاب يا عزيزي وبيشتغل معاهم وعلى طول بيفضلوا يصرخوا، والمدرب جالهم ولقاهم بيتعذبوا حرفيا وعمالين يصرخوا. وكال بيتفرج على الماتش من بعيد وشاف فيك وهو بيجري، وخلاص الاسعاف جت للمكان واخدوا الاثنين بعد ما جالهم نزيف. والسيسلي بتقول لي برج كال عمل ايه علشان هو كان بيراقب غرفه تغيير الملابس متاكده ان في حاجه بتحصل. ولما فيك كان واقف لوحده جاله كال وبيتريق عليه وبيستفزه وعرفه ان هو اللي عمل في اصحابه، وده خلى فيك يجري وراه علشان كال ياخده المكان معين هو مجهزه. والاثنين بيدوروا على كال وخلاص وصل للمكان اللي هو كان عاوزه وسحب المضرب اللي كان مخبيه واستخبى وبيغفله على طول وبيفضل يضرب فيه ضربه والتانيه. وبتبقى سيسلي وبرج هنا الاثنين بيدوروا عليه علشان يلحقوه، ولما لقوا مفيش فايده قرروا ينفصلوا هما الاثنين علشان يشوفوه. في نفس الوقت كان كال بيقول لفيك اعترف باللي انت عملته، انت ضربتني في بيتي وفي الاخر تقتل الكلب اللي ما عملكش اي حاجه. فقال له انا جيت لك اضربك بس كلبك هو اللي طلع وفضل ينبح عليا وهجم عليا كمان وعض دراعي وعلى طول قتلته. فقال له كال اعتذر، بس فيك مرضاش يقول له اي حاجه ومسك المضرب على طول وقام علشان يهجم عليه ونزل فيه ضرب. في النهايه برج وصل ومعاه مسدس وضرب طلقه في الهواء علشان يبعد فيك عنه، وبيبقى جاي علشان يساعد كال ويقف جنبه. وفيك لما كان برج بيرن على الشرطه رمى التليفون من ايده وكمان كسره، فبيقول لبرج انت ما ينفعش تكون هنا، وقام واخد المسدس منه. وكان فيك بيحاول يهرب وراح وراه كال ورفع عليه المسدس، وبدا فيك يتاسف ليه ويعتذر له عن اللي حصل، بس كال بيقول له انه لازم يدفع الثمن. وهنا بتوصل سيسلي وبتقول ان هو هيدفع الثمن بس مش بالشكل ده، انت لو قتلته مش هترجع اي حاجه زي ما كانت. وبتاخد منه المسدس علشان ما يدمرش مستقبله وتديه المضرب اللي اتقتل بيه رونتو، وعلى طول ضربه واحده ورا الثانيه لحد ما كسر له دراعه. وبكده عمره ما هينسى الدرس ده طول حياته. وفي الاخر بياخد كال سيسلي وبيروحوا الحفله اللي محدش بيروحها خالص وهم ماسكين ايدين بعض، وبيخلص فيلمين على كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.